السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن قصة حقيقية هزت قلوب الناس. قصة أم كانت بتحب ابنها أكتر من أي حاجة في الدنيا، لكن الضغوطات والألم النفسي خلاها تعمل حاجة محدش ممكن يتخيلها أبدا. حكاية فيها كل المشاعر الإنسانية، من حب لغضب لندم لضياع. قصة أم وصلت بيها الحياة لأصعب نقطة ممكن تتخيلوها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل مع إسراء، وليه حياتها اتقلبت بالشكل ده، وايه الدرس اللي ممكن نتعلمه من المأساة دي. في قرية بسيطة بمحافظة الدقهلية كانت إسراء بتعيش هناك، بتعيش مع جوزها. قصتها مع جوزها بدأت قصة عادية جدا، لكنها من أول يوم في بيت جوزها كانت بتواجه مشاكل. أهل جوزها ما كانوش بيرحموها أبدا، كانوا دايما بيقولوا عليها كلام يكسر القلب، وبيتهموها إنها ليها علاقة مشبوهة مع رجالة تانيين. أنا مش عارفة إزاي وليه قالوا عليها الكلام ده، وكانوا بيتكلموا عليها في القرية كلها وكأنها أقل من أي حد. إسراء حاولت كتير تصبر وتعيش علشان خاطر ابنها الوحيد مصطفى اللي كان كل حياتها، ولما الإهانة زادت قررت تسيب البيت علشان كرامتها، لكن ما قدرتش تقطع علاقتها بابنها، لأن ابنها الوحيد وكانت بتحبه جدا، وكانت بتشوفه دايما وتحاول تعوضه غيابها. لكن المشكلة ما وقفتش لحد هنا. جوزها كان دايما واقف في صف أهله، وكان دايما بيصدق كل كلمة بيقولوها على إسراء، برغم إن إسراء كانت بتحاول كتير إن هي توضح له الحقيقة، وكمان كانت بتحاول توضح له إن هي مظلومة وإن أهله بيكرهوها جدا. علشان كده هما بيحاولوا إن هما يلبسوها تهمة، وبيحاولوا يسوقوا سمعتها في القرية كلها، لكن كأنها كانت بتكلم حيطة، لا كان بيشوف ولا كان بيسمع. كل يوم كانت بترجع البيت مكسورة جدا، وكل كلمة جارحة بتتقال عليها كانت بتسيب جرح كبير قوي في قلبها. وفي ليلة سودة كانت إسراء لوحدها مع ابنها، والضغط النفسي اللي عاشته وصل لذروته، وحست إنها خلاص مش قادرة تكمل، وحاسة إن هي مخنوقة جدا وهتنفجر من كتر الضغط النفسي اللي جواها، وجواها أصوات كتير مش قادرة تسكتها. والصبح لما فهمت اللي حصل إسراء، كانت الصدمة أكبر من إنها تستوعبها. قتلت ابنها من كتر الضغط النفسي اللي كان جواها. حطت ايديها على بقه وكتمت نفسه واتقتل، وهي مش حاسه هي بتعمل ايه. قعدت تصرخ وتصوت، وطبعا الجيران اتلمت والناس كلها اتلمت، وطبعا تم تبليغ رجال الامن وجم وقبضوا على اسراء، وكانت الناس كلها في القريه بتتكلم عن الجريمه دي. إسراء اتحبست واتحكم عليها بالإعدام بتهمة قتل ابنها، ولبست البدلة الحمراء. وهي في المحكمة حكت قصتها قدام القاضي، صوتها كان كله ندم، وقالت أنا كنت بحب ابني جدا، والضغوطات النفسية هي اللي خلتني أعمل كده من غير ما أحس، ولحد دلوقتي أنا مش قادرة أستوعب اللي أنا عملته. أنا إزاي عملت كده؟ المحامي بتاعها حاول يدافع عنها وقال للمحكمة إن هي كانت تحت ضغط نفسي وعصبي كبير، وإنها فقدت السيطرة على نفسها وقت الحادثة. وبعد سماع كل التفاصيل المحكمة قررت تخفف حكم الإعدام، وحكموا عليها بالأشغال الشقة المؤبدة. إسراء لما سمعت الحكم انهارت في البكاء، وقالت بصوت مليان حسرة: يا رب ابني سامحني، مفيش حد يقتل ابنه كده، أنا ما كنتش عارفة أنا بعمل إيه. والقصة انتهت بمأساة كبيرة جدا. مش بس إسراء اتسجنت، دي كمان هتعيش طول عمرها في عذاب ضمير، إن هي قتلت ابنها اللي ملوش أي ذنب، وقتلته وهي مش حاسة، غصب عنها، اللي كانت بتحبه وبتموت فيه. وكل ده حصل بسبب الضغط النفسي. وفي النهاية عايزة أقول لكم إن القصة دي مش بس مأساة أم ضيعت كل حاجة بسبب الضغط النفسي، دي كمان درس كبير لينا كلنا. الضغوط اللي بنواجهها في حياتنا ممكن تغيرنا للأسوأ لو معرفناش نتعامل معاها صح. الأهل والجيران كمان ليهم دور كبير جدا، الكلمة اللي بنقولها ممكن تهد بني آدم وتوصله لدرجة الجنون. فخليك دايما حنين على الناس اللي حواليك، لأنك مش عارف هما بيمروا بإيه. أما الدروس المستفادة بقى من القصة: رقم واحد، أهمية الدعم النفسي. الكلمة الطيبة ممكن تنقذ حياة، والضغط النفسي لو زاد عن حده ممكن يدمر إنسان. رقم اتنين، التفاهم في العلاقات. لازم الزوج والزوجة يكونوا فريق واحد ضد أي مشاكل، مش ضد بعض. رقم تلاتة بقى، وده الأخطر، دور المجتمع. الشائعات والأذى اللي بتيجي من كلام الناس ممكن يكون أخطر من أي سلاح.
رقم 4 الرحمة والتسامح. نحاول نكون دايما متفاهمين ومتسامحين، لأن كل واحد فينا عنده معركة بيحاربها حتى لو محكاش عنها. وأخيرا، لو عجبتكم القصة وعايزين تشوفوا قصص أكتر، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. استنونا في فيديو جديد، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية.